ايكول ديال كايت سيرف والسيرف لا بونشافال كنريبريزونطا دي زاكتيفيتي في المدينه ديال الصويره دوبوي لونطون. ومالوغوزمون في هذا الحجر الصحي هذا اللي وقع بزاف تاع الناس بقاو في الديور تاعهم مابقاوش تيفواياجيو. و دوبوي 3 موا ولا 4 موا اون اتومبي دون لو ميم سيتياسيون ما بقاتش البيزنس كما هي كيف الاول. ولكن الحمد لله اون ايساي دو سادابتي افيك تو سكي ا كوتي. والحمد لله على فان بدينا كنحلوا لي زيكول تما بدا كيحلوا بدينا كنخدموا مع السياحه الداخليه اللي بدا كتجي من المدن الاخرى من لو نور من لو سود. الحمد لله ما با كوم افون ولكن سي ميو كو ريان. اطار المقاربه ديال الجوده المندمجه بالنسبه لوزاره السياحه، فتم اعداد دليل اللي كيضم تدابير وشروط ديال حفظ الصحه والسلامه اللي كتهم كافه المهن السياحيه، واللي لازم من الاعتماد ديالها من طرف ديال مهنيي السياحه. الهدف من هذا الدليل ومن هذه التدابير ديال الصحه والسلامه هو انعاش القطاع السياحي بطبيعه الحال مع المحافظه على الصحه ديال السائح وكذا سلامه وصحه العامل داخل الفندق. وهاد التدابير ديال السلامه وديال الصحه فمثلا في مؤسسه فندقيه فهي كتهم جميع المرافق ديال المؤسسه ابتداء من الوصول ديال السائح حتى المغادره ديالو، مرورا بالغرفه بالفضاءات المشتركه بخدمات المطعم بالمسبح الى غير ذلك. على صعيد الجهه بحيث ان هناك البلاتفورم ديال ملي كنقول الجهه فيزيت مراكش اللي هو واحد لو سيت انستيتيسيونيل ديال المجلس الجهوي للسياحه، فيه مجموعه من العروض اللي هي خديناها من عند لي بريستاتير دو سيرفيس ديال اللي كيهم الانشطه السياحيه. يقدر يكون ريستورون، يقدر يكون غيد، يقدر يكون ايبرجمون، يقدر يكون دو لوازير، وغتكون في هذه البلاتفورم واللي غادي وهذه البلاتفورم غادي دير لها واحد الحمله اشهاريه باش الناس يمشيو يقلبوا مباشره في هذه البلاتفورم باش يكون عندهم رهن الاشاره ديالهم هذيك العروض. كنطلبوا من جميع الزوار والساكنه ديال مدينه الصويره الالتزام بكافه التدابير الاحترازيه كوفيد 19. فالكل ملزم الان الى الالتزام بكل التدابير الاحترازيه، ومن ضمن هذه التدابير ارتداء الكمامه بالطريقه الصحيحه. وايضا كنطلب من جميع المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي. انه لقينا تجاوب كبير ديال المواطنين بحيث ان مجموعه من المواطنين ولاو كيديروا الكمامات ديالهم بالطريقه الصحيحه. يعني شفنا واحد التجاوب حتى في القهوي، يعني كنلقاو واحد شويه ديال التباعد الاجتماعي ما بين المواطنين. فهذه بادره يعني كنتمنوا ان جميع الجمعيات يحملوها ويقوموا بها، لانه بلا مجتمع مدني ما يمكنش ان الدوله ولا الاجهزه ديال الدوله بوحدها انها تسير هذا الامر وانها تقوم بتحسيس المواطنين. فإلى واحد من المجتمع المدني كيحسس واحد المجموعه من المواطنين اللي كيعرفهم، فغادي نكونوا اننا كاملين قضينا على هذا الوباء ورجعت يعني رجع الوطن ديالنا للطبيعه ديالو.